الدكتور ماهر عز الدين اتبرع ب 60,000 جنيه. مدام عواطف الكحكي اتبرعت ب 35,000 جنيه. مدام ناهد أباظة اتبرعت ب 50,000 جنيه. المهندس حسام الخديوي اتبرع بنص دخله السنوي 1,400,000,000 جنيه. ايه ده حسن هنا؟ انت بجد عملت كده؟ ازيك يا حسن؟ ازيك يا حسن؟ على فكرة يا حسام فرق كبير قوي بين الكرم والسفه. انت ازاي تخليه يعمل كده يا عايده؟ بليز يا حسن ما تدخلنيش في مواضيعك انت واخوك. هم لازم يوردوا بقى المبلغ قبل ما نوافق لهم على اي شغل جديد. حسام انت في الفترة الأخيرة كل اللي حواليك مستغربين تصرفاتك. اسمع يا حسام، لو موضوع عايدة عامل لك اكتئاب اتجوز عليها واخلص. حسن ممكن ما تتكلمش معايا في الموضوع ده تاني خالص؟ D'accord, pas de problème. Je t'envoie un courriel avec tous les détails. Nous en parlons plus tard. Au revoir. ابعتي ايميل لادم دارستي على حاضر يا فندم. مريان وجو جم من المانيا وقاعدين كام يوم وعايزين يشوفونا. مش عايز اشوف حد. ما هو المره اللي فاتت ما قابلتهمش برضه. خلاص مش مهم. هقول لهم انك مسافر او مشغول. كده كده هنقابلهم في اخر الشهر في افتتاح الشركه في برلين. لا انا مش هروح. هتروح انت وحسن. حسام انت ليه بقيت رافضنا طول الوقت كلنا؟ انت ندمان انك اتجوزتني؟ ليه بتقولي الكلام ده؟ حسام هو انت ممكن تسيبني عشان ما بخلفش؟ ايه يا عم انت في ايه؟ انا بقيت خايف لا تتجنن بجد وتنتحر وتموتنا. كل الجرايد كاتبه عن الملياردير المكتئب، الله يخرب بيتك فضحتنا. مش عارف اخرج من الحالة دي. زهق رهيب. انت اللي حطيت نفسك في الحالة دي، انت اللي مختار تعيش ملاك بجناحين وحارمنا من كل ما لذ وطاب. في ايه بقى يا اخي؟ انا ما اخترتش حاجة على فكرة. ده طبعي. انت اكتر واحد عارف ان انا مش بمثل. ما هو ده اللي قاهرني. بس برضه يا حس يعني ما يمنعش يعني ان انت تطري علينا كده بشويه افعال قذره كده يعني. لو تسيب لي نفسك اسوقك انا هرجلشك. مش بحب. انا بحب يا اخي، انا بحب والله، خصوصا بقى ان احنا عندنا كل حاجه تبسط. عندنا فلوس، عندنا عربيات، عندنا طياره، عندنا يخت، عندنا بيوت في كل حته في العالم. في ايه بقى؟ وبعدين اخوك حسن معاه حق على فكره.
لو موضوع عايده ده مضايقك طلقها، اتجوز عليها، خونها، وانا مع الفكره دي جدا يا معلم، خصوصا ان انت ما قصرتش معاه، لفيت بيه على دكاتره الدنيا كلها، بس ادي الله وادي حكمته. فنعمل ايه بقى يا شاطر؟ نسمع كلام اخونا حسن، هو بيتكلم صح، بدل ما انت داير كده تقول لطوب الارض ان انت اللي ما بتخلفش وان العيب منك يا حرام. قال ايه؟ عشان ما يجرحهاش، وده اللي عامل لك اكتئاب يا حسام، عشان رغم كل اللي انت فيه ده اول مره تحس ان ناقصك حاجه. خليك في حالك. حالي هو حالك يا حبيبي، انا وانت واحد يا اهبل. نحجر عليه؟ لا طبعا، انا بقول لك ازاي نساعده مش ازاي ندمره. هو اللي بيدمر نفسه. انا خايف عليه يا عايده، خايف يضيع فلوسه ويخسر نفسه. انا ما اقدرش افكر معاك في الحل اللي انت بتقوله ده يا حسن. انا غيرك، انت اخوه الكبير وشريكه في كل حاجه، انما انا مراته. ما ترد يا مهزأ، انت اللي عايزني على فكرة. ناس بنت كلب ما عندهاش دم. شغالين عند امك، نتصل بيك ما تردش، تتصل بينا نرد. لو عايز نتقابل عشان نتكلم يا حسام زفت، هكون بكره الساعة 10 الصبح في مكان هبعتلك اللوكيشن بتاعه دلوقتي. بونجور يا باشمهندس. انت مين؟ انا ساجا. شوف من غير ما تتنرفز، انا بروجرامر وكان عندي مشروع كنت عايزه اعرضه عليك. جيت لك الشركه كذا مره وحاولت اقابلك بس ما عرفتش، فقررت اني ابعت لك مسج اهزقك فيها فتستفز فتيجي فاعرف اقابلك. فيعني ارجو انك ما تكونش زعلان مني وتتفهم الوضع. لا الموضوع ما فيهوش مضايقه ولا حاجه، انا اكيد متفاهم الوضع. وضع ايه يا حيوانه يا سافله يا كلبه؟ جايباني 200 كيلو عشان تقولي لي بروجرامر ووضع؟ طب والله كنت حاسه انك هتزعل وتهزقني. وما انت عندك احساس اني ههزقك؟ جبتني المشوار ده كله عشان اهزقك؟ وكنت هزقتك في المهندسين ولا الدقي ولا محي الدين ابو العز؟ هي دي الطريقه الوحيده اللي كان ممكن اقابل بيها حضرتك، والدليل ان كلامي صح انك واقف قدامي اهو. بعدين يعني انت زعلان ليه؟ انت المفروض تتاكد من كده ان انا شاطره. شطرة ايه وزفت ايه؟ انت حتى اصلا مش عارفه تركبي جمله على بعضها. انا هزق حضرتك حضرتك. انت مجنونه ولا ايه؟ الكلام ده ما بيجيش بعده حضرتك خالص. بتزعق لي جامد جدا على فكره وانا بنت. ما اللي حيشني عنك انك بنت بجد. لولا كده كان زماني هرستك بالعربيه. بعدين يا حبيبتي بروجرامر دي تاخدي السي في بتاعك وتروحي لاي شركه من شركاتي يقابلوكي هناك ويشوفوا السي في. تمام ياخدوكي، مش تمام يدوكي على قفاك وتمشي. الموضوع اللي انا عايزاك عشانه ما ينفعش اتكلم فيه مع حد غيرك يا باشمهندس. البرنامج بتاعي هيغير مستقبل البشريه، اهم برنامج الكتروني على وجه الارض. اليو اس بي دي فيها البرزنتيشن بتاعت البرنامج، ولما تشوفها انت اللي هتجري ورانا. اتفضل حضرتك. حضرتي بقى.
في ايه يا عم حسام؟ ما تفرجنا بقى على البرزنتيشن بتاعت البنت دي، انسانه قله الادب ومهزأه. بالعكس، دي بنت دمها خفيف وزي العسل، وعجبتني الحركه اللي عملتها فيك يا مقطف. مقطف؟ ايوه مقطف. بصراحه الحركه عجبتني انا كمان، بس متغاظ منها. اعذرها يا حس، اعذرها يا حبيبي، البنت برضه عايزه تاخد فرصتها، والحاجه ام الاختراع. فرجنا بقى وما تبقاش رخم. مين فينا ما عندوش حاجه ناقصاه؟ الفقير نفسه يبقى غني، والغني مش عاجبه حاله، القصير نفسه يبقى طويل، والتخين نفسه يخس، والعانس نفسها تتجوز. سبحان الله، ما حدش عاجبه حاله. عشان كده انا اخترعت البرنامج بتاعي. في البرنامج بتاعي تقدر تحقق كل اللي نفسك فيه، تقدر تحقق كل المتعه اللي انت عايزها، مشروعه كانت او غير مشروع، بس وانت بتحلم. احلام بجد، مش احلام 3D، احلام من برمجتي انا. في كل حلم فيهم هتلاقي حياه بجد، شخصيات لحم ودم، عن طريق الخوذه والبخاخه والجهاز ده هتقدر تأجر حلم وتعيش حياه غير حياتك. من غير ما اقعد اتكلم كتير يا باشمهندس، تقدر تيجي تجرب بنفسك، وحاجه تخرجك من الاكتئاب اللي انت فيه يا حسام. والله شكل البتاع ده حلو قوي يا حسن، انا عايز اجرب. ايه الهبل اللي هي عاملاه ده؟ انت ليه يا ابني غلس كده؟ ما يمكن البرنامج ده بجد، والبنت اهو قدامك بتقول نروح نجرب. هو كل واحد اهبل هيقول لك حاجه تصدقها؟ لا طبعا، بس ده ما يمنعش ان انا بتعاطف مع اي حد عنده فكره نفسه الناس تصدقها. يعني تخيل مثلا اللي اخترع اللبوس تعب قد ايه لغايه ما اقنع الناس بالفكره. ايوه اكيد تعب جامد. شفت الطريق سهل ازاي؟ جبتي رقمي منين؟ هو رقمك صعب الصراحه، بس مش سر حرب يعني. ده كنتاكي اللي اهم واشهر منك رقمه معايا. ده على اعتبار ان معاكي رقم الاستاذ كنتاكي نفسه؟ ما تتفضل يا باشمهندس. يس. تشرب قهوه؟ لا. كنزي. وكنزك ده بقى بيشتغل ازاي؟ هو المفروض يبقى متوصل بتاتش سكرين عليها الشخصيات والاحلام اللي هتختار منها، بس طبعا لاني بشتغل لوحدي وما عنديش امكانيات كفايه، مش عامله بروجرامنج غير ل7 8 شخصيات بس، ومواقف قليله. عشان كده انا كلمتك، عايزاك تشاركني. اشاركك؟ ايوه تشاركني. هتشاركني بانك تبني المشروع بتاعي في شركه البرمجيات بتاعتك، وتوفر لي كل الامكانيات، وتيم كبير قوي يشتغل تحت ادارتي لحد ما المشروع يبقى جاهز للاستخدام التجاري، وطبعا هيبقى ليا نسبه في المكسب. واجي امسح لكم بيتكم 3 و4. يا ريت بس وشي ما يكونش مضايق جزمه حضرتك. سؤال بس واحد، يعني الثقه دي منين؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني مثلا ده جزء من الشخصيات اللي انا عملت لها بروجرامنج لحد دلوقتي. عندك مثلا مدام ألفت، نظره مدرسه ثانوي، قويه مفتريه والعيال بيكرهوها موت. استاذ نياز الشربيني، مدير جمعيه استهلاكيه، حرامي وبيتاجر في الترامادول، عشان كده هيتسجن اخر الحلم. احمد فؤاد ضابط شرطه، علي سواق نقل، وكده يعني. وببقى كاتبه قصه كل حلم عشان تقراها قبل ما تدخل، عشان ما تتوهش جوه الحلم. بقول لك ايه، مش هقعد اوصف لك كتير، ما تختار شخصيه دلوقتي وانا ادخلك جواها، او اقول لك سيبني اختار لك انا. ايه رايك لو تدخل في جمال اللالي؟ هيعجبك جدا لانه عكس شخصيتك تماما، فقير وفاشل وعواطلي، وعنده تفصيله غريبه شويه، معتز جدا بالطربوش. طربوش؟ جد ابوه كان باشا، ما ورثش منه حاجه ابدا غير الطربوش ده. وعنده واحد صاحبه معفن جدا كده اسمه حسام ابو نور، وبيحب بنت اسمها عايشه، مش عارف يتجوزها عشان ما يخش اللطو. ركز معايا بقى يا باشمهندس. اللي بيحصل انك بتاخد البخاخه اللي فيها منوم دي عشان تروح في النوم، وبعدين بيبتدي الكمبيوتر يبعت ذبذبات الحلم لمخك، وهتلاقي واحده تانية شبهها جوه الحلم هتستخدمها عشان تصحى. خلي بالك، لو البخاخه اللي جوه الحلم ضاعت مش هتعرف تخرج يا هندسه.
جاهز؟ يلا. استنى، حاجة أخيرة نسيت أقولك عليها. بيتقال إن اللي بيموت في الحلم بيموت في الحقيقة. اوعى تموت في الحلم يا حسام. يلا. البنت طلعت ما بتهزرش يا حسام، قصدي يا جمال. وبعدين شكلنا غريب جدا. صح. ارجوك يا حبيبي ما تحرمناش هنا بقى كمان من كل ملذ وطاب، احنا في حلم يا حبيبي، انبسط. عم اجري بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ الله الله الله. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت عصام ابو نوره صح؟ هي بايته معاك من امبارح ولا ايه؟ هي مين دي؟ خالتك. الله كرايه. شكلك غريب قوي بصراحه. اما احنا شربنا امبارح لما اتخربقنا. ده الاثنين؟ باب خبط. افتح يا اؤمر. كل شهر وانت طيب يا للي. يا حبيب رموش قلب الللي. بنت اللذينه يا سجد، انا لسه حالا كنت بفكر ان هصرف منين. البنت الرقاصه امبارح عملت ليله انما ايه؟ نار 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 نار، فاكر؟ ايوه طبعا فاكر، امال ايه؟ ولا انت لما قلعت ملط طلعت فوق الترابيزه في وسط المحل وقعدت ترقص نار 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 نار، فاكر؟ لا مش فاكر دي. شيلك 100 مره عايزين نركب شطافه بدل الفوطه الصفرا اللي احنا بنمسح فيها دي. اي فوطه؟ هو احنا حيلتنا غير فوطه صفرا واحده؟ وحاططها هنا ليه يا حيوان؟ يلا يا سفنجة، شغل المحل وشغل البنات. ايه ده؟ ايه المكان ده كله؟ ايه المكان ده كله؟ المكان ده حلو جدا جدا. الله 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 الله. ايه الاحمر ده كله؟ الجميل اللي رايح يتشنق ولا ايه؟ يا سفنجة 2 بيرة. 10 بيرة يا سفنجة. العادي بتاعك كلامي. ايه ده؟ ايه الميك اب ده كله؟ انا لو جبت معلقه ومشيتها على وشك هطلع بولة ايس كريم. وحشة. حلوه يا كدابه. ولع شماريخ تعجبني، ولع شماريخ بالظبط. حبيبي يا سفنجة. معادي وما فيهاش حاجه. ايه ده؟ ايه الدفا ده؟ ايه ده؟ الدوخه دي؟ ايه ده يا ابو نور ده؟ مين الناس دول؟ عاشني سكرك يا لالي. طب تحت محت خد فوق وتحت، لو جيت ورحت مش هتجيبني ولا اي ولا زي ده انا جاي وبقى. ايه حالة الحب دي؟ انا بحبك يا ابو نور، انا بحبك قوي يا جرح. وانا كمان بحبك قوي يا لالي. على راسي من فوق يا لالي. وانت يا ابو نور على طربوشي من فوق يا ابو نور. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ حبايبي بحبكوا قوي. تحبوني؟ تعالى هنا يا عم اللالي. بقول لك ايه، انت هتقضيلي حب واحضان. قلت لنا بتحبنا وصدقناك، واحنا كمان قلنا لك بنحبك يا لالي. شغمتنا حب يا لالي. انت بتعمل كده ليه يا وانت المش اللي انت لابسه ده؟ شوف، الراجل المحترم المفروض يقابل الحب بحب. ايه رايك في القلم ده يا ابو نور؟ ايه الكومبين الحلو ده؟ استنى يعني خدت الموضوع على اعصابك كده وبخشونه قوي يعني. انا تعالوا لي. دي صدفه بقى. الخناق اصله ايه؟ قلب.
الحلال في موزتين موهوجين عليك قوي من اول الخناقه. فين الموزتين الموهوجين عليها يا ابو نور؟ اهم. يلا هتيجوا معايا البيت انا وابو نور عشان نقفح. نقفح؟ ايوه نقفح. خطوة عزيزة، شرفتونا. صاحبك ابو طربوش ده مصيبه. ربنا يخليكي والله. اوعى اهلا وسهلا. سلام يا رمم. برضك كان معاكم نسوان يا جمال صح؟ بالله عليك لا تقولي انك عايشه. برضك سكران مفيش فايده فيك، هتفضل طول عمرك صايع وتالف كده زي ما انت. بنت كلب عدوة نفسها اللي تعلق نفسها بيك. انا اللي غلطانه اللي ربطت نفسي بيك يا ابو طربوش. شكلك حلو قوي يا عايشه. طب خليك فاكره كويس عشان دي اخر مره هتشوفني. انا هوافق على العريس اللي جابهولي جوز اختي واروح اعيش معاه في سلطنه عمان وببعت لي على الواتس. بتكلمي مين يا عيشه؟ ده الزبال يا جوز اختي. موافق. الحلم ده حاجة وعيشة دي حاجة تانية خالص. عيشة كل شهر وانت طيب يا جامي. يا اخي افتكرتك عيشة يا اخي. هات. اجيب ايه؟ جيب انت. اجيب انا ايه؟ النهارده قبض الجمعيه بتاعي، مش الناس اديتك الفلوس؟ انت الفلوس اللي احنا شوف انا هقول لك على حاجه بصراحه، انا يعني في حياتي عمري ما اتعودت اكذب خالص. فلوسك بقى كلها انا وابو نوره صرفناها، جزء راح في الخماره وجزء راح مع البنات. وطبعا اكيد بعد ما حضرتك عرفت الموقف ده هتعمل اكيد رد فعل غير لائق يعني معايا، وانا هحترم نفسي الحقيقه وهعمل ايه بقى؟ هعمل كده بالظبط. بص جامدانه جدا صح؟ لا ثانيه واحده كده، هو في كده؟ الابتسامه اللي على وشك دي واضح ان فيه. هتشاركني؟ هشاركك؟ ده انا هشخلعك. انا بجد مش مصدق. لا انت ازاي كده؟ لا ازاي دي بقى اسرار الشغل يا حسن. اما تشاركني هبقى اقول لك. يا حبيبتي شاركتك خلاص، وعشان تطمني انا هكتب لك دلوقتي عربون ب 200. ايه ده؟ بتعملي ايديكي كده ليه؟ بردانه يا حسن في ايه؟ هنعمل تعديل بسيط في الخطة. هديكي 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ 1000 جنيه. حسام الخداوي و1000 جنيه؟ يا اخي ده انت لو مأجر ساعة بلياردو كنت دفعتهم. دي بداية بس يا سجا، وبعدين المشروع ده بالذات لازم يتجرب كتير جدا يعني، وخصوصا خصوصا ان احنا هنصرف كتير، فلازم يعني نختبره مرة واثنين و10. مفيش 10، اخرك معايا مرة واثنين. بالعكس ده لازم يتجرب كتير جدا والله. برضه مش قادرة أفهمك، راجع مبسوط وبتضحك؟ هو لا كده عاجب ولا كده عاجب؟ بالعكس كده عاجب جدا، بس برضه ما قلتليش هو إيه اللي غيرك كده؟ مفيش،
لقيت الكآبة مش جايبة همها، قلت ارجع حسام بتاع زمان. بعدين بصراحة بقى خفت لا تبطلي تحبيني. ضحكتك كانت وحشاني قوي يا حسام. عايشة؟ هي عايشة دي بقى اللي مرجعك مبسوط قوي كده؟ في حاجات كتير قوي متعطله عليك وده عامل مشاكل كتير في الشغل. حلها انت يا حسن. انا اديلي سنتين ما بعملش حاجه غير اني بحل في مشاكل. معلش يا حسن، ما انت اخويا برضه، ينفع تحل مره واثنين وثلاثه. حسام انت ليه ما بتسمعش الكلام؟ الرقم المطلوب مغلق او غير. كلام يا حسن. حبيبي انت مش طبيعي ولازم تروح لدكتور. بقالنا كام يوم ما بنكلمش بعض، ويا ريت عشان حاجه تستاهل. انت ظلمتيني على فكره. معلش بقى انا ظالمه، ابقى نروح لعيشه هي هتريحك. عيشه ايه يا عبيطه؟ انت بس مش مركزه عيشه دي تبقى ايه، صح؟ لا والله مش مركزه. الاغنيه اللي رقصنا عليها في فرحنا فيرست دانس، اغنيه الشاب خالد. عايشه عايشه écoute moi عايشه عايشه t'en vas pas. شفتي بقى انك ظالمه؟ كنت لسه بقول عيشه وداخل على écoute moi لقيت نفسي باكل بالقلم. ام سوري يا حسام بجد. ام سوري بس انا غيرت قوي عليك. يا حبايبي قسما بالله برنس عجبتني. مغلق أو غير متاح. اضغط رقم 1 لإرسال ميني. الرقم المطلوب مغلق أو غير متاح. اضغط رقم 1 لإرسال ميني كود. الرقم المطلوب مغلق أو غير متاح. اضغط رقم 1 لإرسال ميني كود. ايه يا معلم، حبينا ولا ادمنا؟ رد عليا. ايه يا حس، عيب انا بتكلم يا حس. ردي ردي. ايه يا حسام مالك؟ في ايه؟ وانت مالك انت؟ اطلع بره. اديله دي هتعجبه. هتطلعي معايا؟ اكيد مش هطلع معاك وانت طالع تتاسف له. لو ما طلعتيش معايا مش هطلع. تصدقني انت معاك حق فعلا، انا لازم اطلع صالح اخويا لوحدي. روحي. اطلع يا اسامه. حاضر. الو، بقالي اسبوع بكلمك، موبايلك مقفول ليه؟ عايزه الصراحه ولا اكدب عليك؟ الصراحه. كنت بستخدم معاك اسلوب جديد يا حسام. اسلوب ايه ده بقى؟ اسلوب شوق ولا تدوق. اديك حته من على طرف المعلقه واسيبك لا مؤاخذه مشتاق. ده احنا بنستظرف بقى. ها يا عم بهزر معاك في ايه؟
طلعت الغردقه يومين كنت بصرف في ال1000 جنيه يا سخي. جايه امتى؟ لما ال1000 جنيه خلصوا. لسه فاضل معايا 400. ما تبطلي استفزاز بقى. يا عم رجعت، بس مشغوله جدا مش هعرف اقابلك النهارده. معلش بقى مضطره تستنى لبكره، مع اني عارفه ان الكيف ابن كلب بيذل. انت لسه ما تعرفينيش، لو عملت الحركات الهبله دي معايا تاني مره في الشغل مش هرد عليكي تاني. يا واد اشتريت انا كده. والله يا حسام لو عملت معاك اكتر من كده مليون مره هترد برضه. كله بيجي بعد اول شمه. مهروش قوي انا كده جدا الصراحه، عشان كده مستناك بكره يا بطل. ماشي. سلام يا فل. سلام يا عسل. بست ممكن يعني تركب وانا ازق؟ نعم. اصله قافش. مين يا فندم القافش؟ حضرتك راجل واكيد بتفهم يعني في الحاجات دي. المارش قافش. اهو كده الكلام وزن نفسه وبقى فيه شيء من المنطق. حضرتك اتفضلي اركبي وانا هزوق العربيه. لا ما يصحش، مش معقوله اتعب حضرتك اركب وانا ازق. يا مدام حضرتك تتفضلي تركبي وانا هزوق العربيه. روح ربنا يفتح لك الابواب المغلقه. مش قلت لك اركب وانا ازق؟ خلاص بقى والنبي ما تزعل. حسام انا الفرق بيني وبينك 20 سنه، انت مش اخويا الصغير، انت ابني، ودايما لازم يكون في بيننا وبين بعض احترام. وانا ما اقدرش ما احترمكش، انت عارف ان انت اكتر واحد بحبه في حياتي، ورحمه ابوك ما تزعل مني بقى. ورحمه ابوك انت تروح للدكتور. عايده انا عمري ما كدبت عليكي، والله العظيم انا ما بعمل اي حاجه غلط. اللي ما بيعملش اي حاجه غلط ما بيبقاش مريب زيك كده. ايه حكايه مريب دي؟ وريني موبايلك. احنا عمرنا ما فتشنا ورا بعض. صح، ده لما كنا ما بنحورش على بعض. مين سجا دي؟ ولا برضه هتقولي سجا ايكوتو موا؟ عايده انا قلت لك ان انا ما بكدبش عليكي، وساجه دي تبقى مامة واحد صاحبي. كفايه ظلم بقى، حرام. هاتي التليفون. اتفضل. شكرا. ايه ده؟ لسان عصفور. لسان عصفور؟ طب هو العادي ان احنا بنضيف الناس بلسان عصفور في مج؟ بقول لك يا ساجة، تعرفيني عن نفسك اكتر. ليه؟ عايز تتقدم لي؟ اعوذ بالله، لا طبعا. طب سيبك مني بقى وقول لي، حابب تجرب شخصيه مين النهارده؟ اللي ايه يا عم الزهق ده، ما تختار حد تاني. انت مالك انت، وانا اللي بحلم ولا انت؟ طب بقول لك ايه رايك لو تجرب الاستاذ نيازي او احمد فؤاد، ولا اقول لك مدام ألفت؟ مدام ألفت؟ مش عايز غير جمال الليل، ومش عايز اقرا قبل الحلم. على فكره المفاجاه احلى بكتير. انا رايي بقى ان مشروعنا ده، موضوع القرايه قبل الحلم ده، نخليه اوبشن. تصدق فكره حلوه. بقول لك ايه رايك لو تجرب عنتيل الليالي انكت؟ ايه المنظر ده؟ يعني كله رخص يا معلم. انا مش بتاع الكلام ده. طب عندي ليك هديه، الشبوكشي فريد. تقرا ولا مفاجاه؟ مفاجاه. على بركه الله. اطلع يا بطل. عنيده انت قوي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الحلم ده يا ساجة؟ ايه يا ساجة الحلم ده؟ طب ايه المتعة مثلا؟ ايه ده؟ ايه اللي لوحدي ده؟ ايه ده؟ ايه الخاتم ده؟ ايه الحجم ده اصلا؟ ايه يا ساجة الحلم ده؟ لا مش حلو، ده كابوس.
لا ده ملل بس، مش ممتع خالص يا سجا، مش مبسوط ابدا، جعان يا سجا. ايوه رشاد. ايه يا شموكسي، وصلت ايطاليا؟ ايطاليا؟ يا نهار اسود، هو انا مهاجر؟ اسمع بس عشان مفيش وقت. ايه؟ الحاجه هتلاقيها عندك في الصندوق اللي في اول المركب. حاجه ايه دي؟ يا نهار اسود، مخدرات؟ انا تاجر مخدرات يا رشاد؟ يا عم ما تضيعش الوقت. ايه؟ الحاجه التانيه هتلاقيها عندك تحت الشبك اللي في اخر المركب. نهار اسود الناس. لا افهمها دي بقى، في الافلام الواحد بيبقى معايا دي يا دي، يعني يسلم دي ياخد دي، انا معايا الاتنين بعمل ايه بيهم يا رشاد؟ وانا غدرت بحد؟ انا غدار يا رشاد؟ برضك عايز تضيع الوقت يا شبوك؟ هتلاقي المسدس بتاعك في شنطه الفلوس، طلعه اهو. افتح لا مؤاخذه الخزنه، فضي الطلقات في ايدك الشمال. شمال اهو. ارمي الطلقات في الميه اهو. ارمي الخزنه. رميت زفت. وارمي يا شبوكسي المسدس. يا رشاد ما كنت رميت المسدس مره واحده يا اخي. ما تتلمتش. رميت الزفت. قوم بقى التفت وراك، هتلاقي رجالتنا جايين لك. الحمد لله شفتهم. طب يلا شاور لهم. اهو بشاور اهو. رجالتنا يا حبايبي. شايفينه يا رجاله؟ شايفين؟ اقتلوه يا رخيص. انا في حياتي لا شفت اوطى ولا اندل من رشاد ده. حالا تعملي لي حلم اخش اديله 30 جزمه على قفاها، انا عايز انتقم منه جدا. مش انت اللي ما قريتش؟ طب ما قريتش اموت يعني؟ بقول لك ايه يا عم انت، مش كفايه اني مستحمله الطريقه الغريبه اللي بتتقلب بيها وانت نايم؟ ده انا جايباك من على الارض مرتين. انت هتزعلي ولا ايه يا بت انت؟ بقول لك ايه رايك لو تدخل المره دي في شخصيه انت يا بت جمال الللي. جمال الللي جمال الللي جمال الللي جمال الللي. دورك يا حبيبتي. أنا خايفة يا دعاء. يا حبيبتي ما تخافيش، هي دي أول مرة تسقطي؟ أنا كل مرة ببقى خايفة. محنة أنت اللي بعديها يا حبيبتي. عيشة شفت يا جمال، لو كنت سمعت كلامي وبطلت صياعة وصرمحة واشتغلت وكسبت قرش، ما كانش زماني قاعدة في العيادة الرمة دي عشان أنزل ابنك اللي في بطني. تنزلي ابني اللي في بطنك؟ انت حامل يا عيشة؟ أنت هتستعبط يا جمال. طب وتنزلي ابننا ليه؟ لا استنى لما اتفضح يا جمال. بس العيب مش عليك، العيب عليا أنا. أنا اللي كنت سهلة معاك عشان حبيتك. عارف لو كنت لوتك كنت اتشقلبت وعملت قرد وجبت ال10,000 جنيه واديتهم لجوز اختي عشان نتجوز. ربنا يسامحك يا جمال، ربنا يسامحك. يعني احنا كل مشكلتنا عشان نتجوز 10,000 جنيه؟ غريبة الدنيا دي قوي يا عيشة. تعرفي انت لو معايا في حتة تانية كنتش حرمتك من اي حاجة وجبتلك كل حاجة بتحلمي بيها. ده لو كنا في حتة تانية، انما احنا هنا يا موجوز. مش هتسقطي يا عيشة، وهتروحي بيتكم مرفوعة الراس وهتقولي لجوز اختك حسام الخديوي هيتصرف في الفلوس وهيجي يطلب ايدي بكرة. حسام الخديوي مين يا ناقص؟ انت هتلبسني الواحد من صحابك؟ يا نهار اسود عليا، يا نهار اسود وانت عليك يا جمال. جمال الللي جمال الللي، ما قلتش حسام الخديوي دي خالص. انت ايه يا عايشة بقالك فترة عندك مشاكل في السمع رهيبة. يعني بجد مش هسقط؟ انا عمري وعدتك بحاجة وعملتها؟ ما عملتهاش؟ كتير. طيب جربيني المرة دي. ماشي اتفقنا؟ يلا. ايه ده؟
ايه ده؟ البنطلون فين؟ مش انت كنت مستعجل وقلت ما عندكش وقت تلبسه؟ يعني ما عنديش وقت بروح امي البس البنطلون وعندي وقت جدا البس الشنكار وشراب المقاولين؟ مش مهم يا عائشه، المهم ان احنا مع بعض. دلوقتي بقى دورك انت يا حبيبتي. يعني فالح قوي تتسحب من لسانك وتعمل لي فيها طرزان وتقول لها اجيب لك ال 10000 جنيه بكره؟ ما انا مش عايزها تتفضح في الحته. طب هنجيب الفلوس منين بقى يا عم الحبيب؟ معرفش. نسرق. دي فكره حلوه جدا، بس هنسرق مين؟ ايه رايك في ابو حربوقه المنجد؟ والله عصام هو اديك بالقلم على وشك. طب مين ده يا جماعه؟ مين ده؟ انا فاكره جاي معاك. جاي معايا فين؟ هو راجل انت من هنا؟ ناس غريبه. انا عندي حد كويس. ايه رايك؟ هنسرق البيت اللي في الدور الاخير ده. ايه؟ عبيط يا لالي ولا ايه؟ عايزنا نسرق البيت اللي فوق ده؟ ده احنا على ما هنعدي على السور دوت هيكونوا نفخونا. يا عم اسمع، انا مظبط كل حاجه. خد. خد في ايدك يا لالي. ما تسيبنيش يا لالي. يا عم اسيبك فين بس؟ امشي يا عم. يا عم والنبي امشي، ده لو جدي بيسرق هيسرق اسرع من كده. شوف لي معاك حاجه مسكره يا لالي، او حبه سفن او حته جبنه رومي. يا عم انت واقف في كشك. عدي. تاني يلا. يلا يا بطل. رجلي مش قادره تشيلني يا لالي. ثانيه واحده. نهار اسود. يلا يا بطل. قول لي يا لالي. ايه؟ هو في كده في الدنيا، يعني في ناس ساكنه هنا وبيشوفوا المنظر ده من فوق كده؟ في. طب وعلى كده بقى يا لالي، الشقه هنا تسوى لها كام؟ ايه عايز تاخد حاجه هنا ولا ايه؟ بص يا بطل، دي ماسوره زباله طويله جدا واصله لغايه الدور الارضي. كل شويه بتفتح تقوم رامي الزباله. انت هتمسك في الحبل ده وهتنزل، لو ايدك ثابت هتنزل 38 دور. بعد كده يا لالي احتمال اموت. احتمال؟ يلا يا وحش يلا. الاحتمال يلا. طب ايدك بايدي يا لالي. انا معاك اهو. خليك ايه؟ يلا. كل ده يا لالي بالراحه عليا. يلا امسك في الحبل. بالراحه عليا يا لالي. يلا يا عم ما تخافش يا عم، ده هو دور واحد اللي هننزله. انا معاك لالي. امسك الحبل. ايوه لالي. ايه يا عم انت بتلعب ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه النور ده؟ انت بتهزر؟ هو هيموت حراميه وخلاص، ما احنا شايفين زي الفل اهو. تصدق الفكره حلوه؟ تعال. يا عم الوش ده خضتني. تعال. ايه الشرز ده؟ انت مالك بالهدوء؟ ما تلعبش بحاجه خالص. ده كله ترتر. ترتر؟ ايه ده؟ ايه ده؟
خزنه. بتعمل ايه؟ شوف لنا كوبس ولا باريزه عشان نحط فيها دي، ولا شوف لنا نحط دي فين. اقول لك فين وما تزعلش. مش هنحط دي خالص، سيب الهبل ده. لا احنا نولع النور بقى ونقول لهم احنا بنسرق يا جماعه. احنا شعب غريب جدا، نفرح بنعيط، نحزن بنعيط، نسرق برضه بنعيط. يلا اخويا. لو نطقت بكلمه واحده هقتلك. سيبها يا اهبل، انت مجنون. خدوا اللي انتوا عايزينه وامشوا بس ما تاذونيش. انت مش عارفاني؟ انا مش عارفاكوا، خدوا اللي انتوا عايزينه وامشوا. انت فعلا مش عارفاني؟ انا بجد مش عارفاك، والله العظيم ما عارفاك. خدوا اللي انتوا عايزينه وامشوا بس ما تعملوليش حاجه لو سمحتوا. هو انت جوزك فين؟ جوزي بين الحياه والموت. انت مجنون. يلا بينا يا لالي لا نتمسك. يلا يا لالي، يلا يا لالي، ده احنا سارقين سرقه كبيره قوي. نقسم وبحق الله 50-50. انما ما قلتليش، هو انت عرفت مكان الشقه ده منين؟ وعرفت التفاصيل دي كلها ازاي؟ ده حق الله؟ اه. السرقه دي انا منمر عليها من زمان. باين، بس ما قلتليش عرفت ارقام الخزنه منين؟ عرفت ارقام الخزنه منين؟ الصوابع دي يا معلم حافظه 4 أرقام يفتحوا اي خزنه في العالم. الصوابع دول يلزمونا يا معلم. يلزموك ازاي يعني؟ خليكي قاعده جنب الموكوس ده وكل يوم يجيلك عريس وترفضيه. ما كفايه تقطيم يا عزه. وهو بيحوق في اللي خلفوكي. ايه اللسعه دي؟ جوزك فين يا ساميه؟ عزه. جوزك فين يا عزه؟ جوه. خش ناديله بسرعه، قولي له جمال بيه مستني امك في الصالون. في الصالون؟ ما تخش يا وليه. نفسي اعرف عاجبك فيه ايه الموكوس ده ابو طربوش؟ في ايه يا جمال؟ اتقالي بس وانا فرحك فرحه شعب مصر لو دخلنا كاس العالم. قولي يا رب. يا رب. ايه بقى؟ خير يا عم جمال. شبكة مهر مؤخر نفقت دفنة عيشة. النبي انا موافقه. وتبقى خلصانة بفيونكة. وانت يا رمة عيني تنزلي حالا تجيب لنا شقة تمليك تليق بمقام عيشة هانم. يا عيلة فقر يا مرتزقة يا ولاد الكلب. جبت الدولارات منين يا جمال؟ دولارات مش مهم، المهم ان انا بحبك وعايز اعيش بقى عمري معاكي. صباح الفل. يقال يا عيشة ان الراجل الامريكي بيتجوز واحدة ويصاحب واحدة على مراته بس بيحب مراته. اما بقى الراجل الاوروبي بيتجوز واحدة ويصاحب واحدة على مراته بس بيحب صاحبته. طب والراجل المصري؟ الراجل المصري دي بقى مثبتة. الراجل المصري بيتجوز 4 ويصاحب على مراته 85 واحدة وبيحب امه في الاخر. بس انت حظك حلو بقى ان انا امي ميتة الله يرحمها. ايه ده هي ماتت؟ ايه ده هي عايشة؟ هي مش مسجونة يا جمال؟ ربنا يفك سجنك يا امه. طب انت لو شاطرة يا عيشة بقى، لو شاطرة قولي لي بقى اتسجنت في ايه؟ دعارة. دعارة؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده انا بردان قوي. ايه ده الغباء ده؟ برد قوي. يلا يا عيشة يلا يلا حبيبي. ايه ده؟ انا اسرق ايه اللي انت عامله ده؟ الجوزة دي ليك يا جمال، حفلة توزيع العزوبية. لا يا عصام، جمال ما يخونش بعد ما يخطب. بعدين السؤال هنا، ساتر لي صدرها بكمية الدولارات دي وسايب لي صدرك عريان، بكرة الصبح تنزل تجيب لنفسك هدوم جديدة يا مقشف. ما انت جالك نفس اللي جالي ولسه برضه مقشف. لا تفرق كتير، أنا حابب الموضوع. اتفضل مشيها فورا.
وبعدين انا يستحيل اوقف تاني. عيب يا عصام، انا بحب عيشه بجد. حلفتني بالغاليه. عيشه حبيبتي يا عيشه، اول ما اتجوزها لا حريم ولا كاس ولا شيشه. حلفتني بالغاليه. عيشه حبيبتي يا عيشه، اول ما اتجوزها لا حريم ولا كاس ولا شيشه. افتح يا جمال، افتح يا رخيص. الغاليه اوديها فين؟ اخبيها فين؟ اخبيكي فين؟ يا جمال انت عارف انا مجنونه. هكسره بقول لك وعزه جلال الله. يا نهار اسود ومنيل. ايه ده؟ اقسم بالله ما تفهمينا غلط، في واحده في الدولاب. نعم والله. شفتي بقى؟ في الحاله دي بنعمل ايه؟ نعمل كده. ايه ده؟ دي بالعكس. يلا سلام يا حبيبتي. مش هننفذ المشروع بقى ولا هنبدأ نلعب يا هندسة؟ هو انا هموت؟ كلنا هنموت. انا قصدي في الحلم. طول ما انت واخد بالك من نفسك مش هتموت. يا دي اخد بالي من نفسي، هو مش اللي انا بحلم بيه ده حضرتك اللي مبرمجاه؟ محدش يعرف مين هيموت ومين هيعيش غير ربنا. هندسة في ايه؟ انا قصدي في الحلم. حتى في الحلم. طب ليه خليتيني اسرق؟ انا ما خليتكش تسرق، انت اللي سرقت. يا حسام انا مبرمجه اختيارات كتير جدا ومخك هو اللي بيختار يروح فين. يعني مثلا انا كنت حطاك مع عيشه رايحه تسقط، انا عامله جمال الله اللي واطي، تقوم الطيبه والجدعانه اللي جواك يخلوك تاخدها وتلف وترجع تاني، ويخلوك تطلع جدع معاها، ويخلوك تسمع كلام عصام وتسرق عشان تجيب لها فلوس. يا حنين. طب ليه سرقتني انا؟ يمكن مش عايز تأذي حد تاني غير نفسك؟ لا ده انا حنين بجد بقى. طب ازاي انا فتحت الخزنه؟ لانك عارف الباسورد. باسورد ايه وانا جمال؟ ليه هو انت جمال مش عارف انك حسام؟ اصل معنى كلامك ده قسما بالله سيبك وامشي. مش فاهمه موضوع رجلي ده. اصل معنى كلامك ده ان انا مخير، وده مش اللي انا فهمته خالص اول ما جيت احلم. لا يا حبيبي انت من اول مرة انت بتردحي لي ولا ايه؟ انا بستفسر بس. بقول لك ايه يا حسام، انت من اول مره جيت لي فيها وانا قلت لك انك هتحلم بجد، حلم حقيقي. هو مش فيلم 3 دي رايح تتفرج عليه في السينما. وبعدين بقى هي دي المتعه اللي في الموضوع. انا بدات اخاف من الحلم. عسل. يبقى ننفذ المشروع بقى ونبطل لعب. في نفس الوقت برضو في حاجات بتشدني قوي. حاجه واحده بس اللي شداني، عايشه. انت اصلا عامله ان جمال الله اللي بيحبها. كان في ايدك تكرهها او تسيبها. يا رومانسي. رومانسي وحنين؟ لا ده انا متنوع بقى. طب الصور ازاي ما لقيتش نفسي في الصور؟ مش كل حاجه يا حسام لازم نعرفها. بقيت اكدب عليها كتير. طب ما دي حاجه كويسه جدا. مش بهزر على فكره يا حسام، ده حلم. خايف لكون كده بخون عايده. لو ضميرك مأنبك قوي كده ما تحلمش تاني ونشتغل بقى. لا مش القصد يعني يا سارة، وبعدين انا بفكر معاكي بصوت عالي، انت برضه ما تمسكيش في كلمه قوي كده يعني. هنعمل ايه؟ انا بقول نلعب كمان دور عليهم كلهم ونسميه ابو الادوار. ايه القرار؟
انا عن نفسي استكفيت. وانا كمان استكفيت. يلا يا عم النوم دخل عليا. وانت معاك حاجه تاني تخسرها؟ لا ما هو ده ما ياكلش معاه. ما حدش هيخرج من هنا بقرش واحد من يا رجاله وحدوا الله. خاسر وبيزيد وبيفتح علينا مطوه. يرضيك يا لالي؟ انت خسرت كام؟ كل فلوسي يا لالي. وحد يلعب بكل فلوسه؟ قشطونا يا لالي. ما حدش هيخرج من هنا. واحد الله عصام، واحد الله عصام، ما توديش نفسك في داهيه. مش هيخرجوا من هنا. اتكلوا على الله يا رجاله. مش هيخرجوا. يا عم انت عايز تودي نفسك في داهيه. بقول لك يا لالي. ايه؟ الشقه القديمه اللي احنا قلبناها قبل كده دي، ما تيجي نروح نقلبها دلوقتي؟ انت عبيط ولا ايه؟ اللي حصل ده مش هيحصل مره ثانيه. ليه؟ ده انت عليك صوابع. بسم الله ما شاء الله. جولدن فينجر. يا سلام. بس اهدى، بس اهدى. انا مش هسرق يا عصام. ماشي يا لالي. عرفك بكره ابو نور هيعمل ايه. ماشي يا لالي. والله هتتجوز يا لالي وتمختاري طاري يا عروسه. لا فرح ولا عزا، انا خلاص مش هتجوزك، انت رمرام يا لالي. معقول يا عيشه؟ خلاص مفيش تقدير للنفس اللي راح في البلالين دي. والله العظيم يا عيشه لو ما رجعتي عن قرارك لانتحر وتبقي يتمتي اللي في بطنك. هسقطه ولا اني اعيش من غير كرامه. ليه؟ كل ده عشان يعني شفت بنت في الدولاب؟ تصدق انك بجح؟ بجح بس بتحبيني. لا ده كان زمان يا اسطى، خلاص شطبنا. ماشي يا عيشه، ما دام انت يعني مصممه يعني على الموضوع ده انا موافق. موافق على ايه يا ابن الكلب؟ بعتني في اول ملف يا ناقص. ما برضه يعني عيشه انا مش عايز اضغط عليكي في قرار ممكن تندمي عليه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا لالي. يجيبها لك وانت واقف هنا. هي مين دي؟ طب خلاص ما تعيطيش، زي بعضه هتجوزك. ده على جثتي. ليه؟ هو انا ما عنديش كرامه؟ ليا؟ بتغيري عليا يا عيشه. لا ما بغيرش. لا بتغيري. ما بغيرش. لا بتغيري. ساعات. لا على طول. على طول. لا ساعات. تحبيني قوي كده؟ لا. لا بتحبيني. بحبك اكتر من نفسي يا جمال. بقول ايه؟ ما تيجي نبوس بدل ما احنا قريبين على الفاضي كده. بصي وزفت ايه بس يا لالي؟ احنا هنفضل نحضر هنا؟ احنا ورانا فرح، عايشه النهارده عروسه، انا ورايا 100 حاجه وحاجه، لازم اروح للكوافير. استني طيب، ما عملناش الذكرى بتاعتنا. سمعنا الزغروطه حلوه كده. قول ورايا يا عريس. إني استخرت الله. إني استخرت الله. وقبلت زواج موكلتك. وقبلت زواج موكلتك. عائشة أحمد مدحت. عائشة أحمد مدحت. البكر الرشيد. البكر الرشيد. ولا إيه؟ تمام يا مولانا. تمام. على كتاب الله. على كتاب الله. وسنة نبيه. وسنة نبيه. مبروك. بالرفاء والبنين. شاكرين يا عم الشيخ. راح فين يا مولانا؟ ايه ده؟ نهار اسود. نهار اسود. مولانا رمى نفسه في الميه. ما تيجي نبوس بقى بدل ما احنا بنرقص على الفاضي كده. نبوس ايه؟ ده النهارده يوم المراجيح العالمي. معلش يا جماعه احنا مضطرين نمشي عشان عروستنا حامل. بكر رشيد. انا بفكر لما نخلف
نسمي ابننا رشيد وندلعه نقول له رشيدو. طب يلا يا جماعه عشان العروس عندها ظروف. ايه اللي انت قلته ده يا مفتوح؟ عروستنا حامل. مش دي الحقيقه؟ هما الشباب مسوا عليك بايه يا لالي؟ كل بالراحه بقى عشان النون، ها عشان ايه؟ ها فاهماني انت؟ ها استني بقى كده. امسكي بسبعك، ايوه امسكي بسبعك وثبتي. جاهزه؟ يلا يا لالي. يلا. ايوه. نهار اسود منك لله يا جمال. انت بتضحكي ليه يا عيش؟ وانا بزغزغك ولا حاجه؟ بحبك. وانا بحبك اكتر بكتير يا جمال. انت اللي اضطريت نعمل كده يا صاحبي. كنت انت صاحب القرار. ايدك دي يا ما نفسي اقطعها واحطها مكان ايدي الفقريه دي، لكن خايف تهنج مني وما تشتغلش معايا. انا والله العظيم كنت بكذب عليك. فاكرنك راضيه يا ده احنا يا دوبك وقفنا قدام الخزنه ولعبت لها بصوابعك، فتحت لك هي وقالت لك حط ايدك جوه قلبي وخد اللي انت عاوزه يا غالي. يا اخي بقول لك والله العظيم كنت بكذب عليك. عيشه هتفضل معايا لحد ما تنفذ كل اللي انا عاوزه. عيشه ملهاش ذنب يا منور، خلي عيشه بره الحوار اللي بيني وبينك. عيشه هي الحوار نفسه. ماشي سيب عيشه واعمل لك اللي انت عايزه. لا ما انا هاخد عيشه وهتعمل لي برضو كل اللي انا عاوزه. وانت عايز ايه؟ اسرائيلي سرقه كبيره قوي. اسرائيلي فودافون، ولا اقول لك اسرائيلي بنك. اسرائيلي 80 90 الف جنيه. ها ماشي. ويكونوا عندي قبل الفجر، يا اما تحضر جنازه عيشه. انت صاحب القرار. قرر. مفيش عيشه، مفيش عيشه. هلال انت فين؟ انا وراك اهو. على مالك يا حبيبي؟ فلوس اهي. من غلا قلبك اللي عاوز يحرمني من ايدك، مش خساره يا لالي. بقول لك ايه؟ انا جبت لك اللي انت عايزه وزياده، مالكش دعوه بقى لا بايدي ولا برجلي. اديني عيشه وسيبنا نعيش في حالنا. ماشي بس ده تمامك، ها؟ اوعى تتحرك من هنا. بس روح بقى يلا. عارف لو اتحركت من هنا انت عارف كويس ابو نوره ممكن يعمل فيك ايه. خلص. عيش. عيشة عيشة عيشة. يا رب
خلي بالك، لو البخاخة اللي جوه الحلم ضاعت مش هتعرف تخرج يا هندسة. ايه؟ زعلان عشان عائشة ماتت ومش زعلان عشان البخاخة اللي ضاعت وهنقضي بقية عمرنا هنا؟ مفيش حاجة فارقة معاك في حياتك خالص غير عيشة؟ رد عليا! دخلت عشان اجيب لك دي بدل اللي ضيعتها. ليه قتلتيها؟ انت اللي قتلتها مش انا. وقلت لك قبل كده انت اللي بتتصرف وانت اللي بتختار. انا كنت مبرمجه لك كل حاجه من غير مشاكل يا حسام. رجعيها. برمجيها ورجعيها تاني عادي يعني. دي اتقتلت قدامي يا سجا وكانت حامل. في يا حسام مالك مكبر الموضوع ليه؟ ده حلم. بالنسبة لي مش حلم. أنا بحبها. حسام فوق، ده حلم يا حبيبي. دي شخصية وهمية في حلم. هترجعيها. مش هقدر يا حسام. ليه؟ لأني قعدت أبرمج في الحاجات دي سنين كتير جدا. هجيب لك 1000 واحد يبرمج معاكي بس رجعيها. مش هينفع يا حسام. أنا لما قابلتك عشان شغل، ولما طلبت منك تجرب البرنامج طلبت منك تجربه عشان تقتنع بيه وتصرف عليه لحد ما يوصل للناس، مش عشان تتعلق بيه وتضيع حياتك كلها. وبعدين أنا ياما طلبت منك تدخل شخصيات تانية عشان أبعدك عن عيشة وأنت كنت بترفض. أنا لو عملت كده أبقى صاحبة مش جدعة. دي أقذر واحدة عرفتها في حياتي. ليه كده يا حسام؟ ليه بعد ما وعدتني إنك هتقف جنبي وتنفذ لي المشروع أي حاجة حصلت غلط كانت بمزاجك أنت، وفي الآخر جاي عايز تحاسبني أنا عليها؟ أنت كدابة وكدبت عليا في كل كلمة قلتها لي. البرنامج بتاعك ده فاشل. لو كنت فاكر إنه اتعمل عشان يسعد الناس تبقى غلطانة. اتعمل عشان يعذبهم. أقسم بالله لو شفتك في حياتي تاني لأقتلك. هترجع لي يا حسام، هترجع لي وهتبوس إيدي، وخليك فاكر الكلام ده كويس. حسام 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 اصحى اصحى. في ايه؟ ازاي حلمي اتصور؟ والله العظيم كنت بحلم. والله العظيم كنت بحلم. طلقني يا حسام. حسن، مين اللي جاب الفيديو ده؟ من شويه جه ظرف دي اتشال عايده جواه فلاشه عليها الفيديو ده. ساشا، مش بدري قوي يا باشمهندس. قلت لك هتيجي تبوس ايدي يا حسام، ما صدقتنيش. انا ازاي متصور جوه الحلم؟ مين قالك يا حسام انا خرجت من الحلم؟ بلاش. مين قالك ان كل اللي حواليك ده مش من برمجتي انا؟ بلاش. مين قالك انك خرجت من الحلم الاولاني ودخلت الحلم التاني وطلعت من الحلم التاني ودخلت الحلم التالت؟
مش يمكن كل ده انت لسه في نفس الحلم يا باشمهندس؟ ساجة انا لو في حلم طلعيني عشان خاطري، طلعيني وهنفذ لك مشروعك. لا والله، مش ده البرنامج الفاشل اللي اتعمل عشان يعذب الناس؟ ساجة انا جوه الحلم ولا بره؟ لما يجيلي مزاج ابقى اقول لك، عشان تبقى تتعلم تكلم الناس بأدب. الرقم الصحيح وحاول الاتصال مرة أخرى. المكان اهو اهو. ساجة ايه؟ دي كانت هتجنني. انا مش عارفه هو جايبني هنا فين وانا ساجة. معاكم بعمل ايه هنا. اصبري عشان خاطري يا عايده، عايز افهم في ايه. ساجة 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 اهو الحمد لله. هو البرنامج اللي عاملاه ساجة اهو، تعال بتشغله من هنا وانا بقى بقعد هنا احلم. ساجة ايوه شغله من هنا اهو. ايوه هي عايشه اهي وجمال اللالي وعصام ونوره والمعفن اهو. هو ده البرنامج اللي انت جايبنا نتفرج عليه؟ برنامج مكتوب عليه انه برمجتك يا حسام. ازاي يعني؟ كمل بس. اهو يا عايده، ده بيت جمال اللالي. ايه ده يا حسام؟ ده وصل الدي اتش ال باسمك. انت اللي بعت الفلاش اللي عليه الفيديو للبيت عندك؟ ده عقد البيت اللي كنا فيه في المعادي، وعقد البيت ده الاتنين باسمك يا حسام. دي البرزنتيشن اللي خدتها من ساجد أول مرة اتقابلنا. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبة وعمال يقول لي انت صحيح يا جدع. حسام لازم نسفرك عشان تتعالج. بقول لك يا حسام، انت عايز تفهمني يعني ان احنا مجانين؟ لا يا حبيبي، لو انت مقتنع انا مش مقتنع.
احنا ممكن نبقى تعبانين شويه، مكتئبين، حاجه كده يعني، انما انا متاكد ان كان في حلم، متاكد ان كان في سجا، متاكد ان كان في عيشه اللي حبيناها جوه الحلم ونفخنا لها البلالين ولمسنا ايديها وكتبنا لها على الشجره بحبك. هو انت رايح فين؟ ليه عايز تلخبطنا اكتر ما احنا متلخبطين؟ انا عايزك تسكت خالص. لا هتكلم على فكره وهفضل اتكلم. انت ليه عايزني مش موجود؟ مفيش حد بيعوز يلغي نفسه يا حسام. طول ما انت موجود انا مجنون، انت مش موجود انا عاقل، وانا عايز اكون عاقل. لا لا لا، يسافر بره طبعا، مش ناقصه فضايح في مصر يا عايده. ملعون ابو الفضايح، المهم يكون قريب مننا، لما يكلمني يلاقيني جنبه. بس لو انت مصمم انه يسافر يبقى انا لازم اسافر معاه، وانت خليك هنا علشان الشغل. شغل ايه وزفت ايه بس؟ انا وانتي هناخده بكره ونسافر، انا خلاص رتبت كل حاجه. في واحدة تحت عايزة حضرتك. واحدة مين دي؟ عايدة فين؟ نزلت من بدري. أنا اسمي الحقيقي حنان. خالي صلاح والأنسة ندى هم اللي جابوني، الله يسامحهم. مين ندى ومين صلاح؟ الأنسة ندى دي معرفة خالي صلاح، أنا ما أعرفلهاش ولا أصل ولا فصل ولا ملة. خالي صلاح عنبة الريجيسير اللي بيجيب الكومبارس في السيما. وندى وصلاح دول جابوكي منين؟ جابوكي فين؟ انت مين اصلا؟ ما أنا قلت لحضرتك اسمي حنان وشغالة في محل فرافيرو. ايه فرافيرو ده؟ فرافيرو بتاع الهدايا اللي في كايرو مول. المهم في مرة كده كنت قاعدة من غير شغل ومحتاجة فلوس، جه خالي صلاح ومعاه الأنسة ندى، قالوا لي إن هم هيعالجوك عشان حضرتك تعبان يعني، وقالوا لي إن أنا همثل عشان أساعدهم وهيدوني 9000 جنيه بس، وبقيت أمثل عليك إن أنا عايشة، وبقيت أقول لك كل الكلام اللي أنسة ندى حفظتوني. بس في اليوم اللي قالوا لي فيه على موضوعك ده وروني صورتك وسألوني إذا كنت أعرفك ولا لأ. أنا طبعًا كنت عارفاك، كنت بشوف صورك دايماً على الفيس جنب أي خبر فيه كلمة فلوس. بس أنا بيني وبينك كده خفت السبوبة تطير مني، اتخبست، عملت نفسي مش عارفاك، قلت لهم مين ده؟ ده لعيب كرة. بس الموضوع إن أنا عارفاك أهو نفعني أهو. نفعك إزاي؟ أصل الزفت اللي اسمها أنسة ندى دي هي وخالي صلاح ما ادونيش لغاية دلوقتي غير 2000 جنيه، وخالي صلاح ده ما بيردش عليا في التليفون وأنا عارفاه نصاب وياكل مال النبي. قلت عليا وعلى أعدائي بقى، رحت واخدة بعضي ورايحة تحت شركتك، رميت بلايا كده على واحد من بتوع الأمن، اديته 60 جنيه إلهي يصرفهم على مرضه. اداني عنوانك. أنا في عرضك يا حسام بيه، أنا عايزة ال7000 جنيه بتوعي. ممكن أطلب منك طلب يا عيشة؟ قصدي يا حنان، أؤمر. ما تجيبيش سيرة لأي مخلوق إن إحنا اتقابلنا وقعدنا مع بعض، وأنا هديكي كل فلوسك وزيادة. ده أنا أصلاً كنت عايزة أقول لحضرتك ما تجيبش سيرة لحد، أحسن خلي يعلقني. ما تخافيش، انت بس سيبي لي رقم تليفونك وأنا هبقى أكلمك وأبعت لك فلوسك. والنبي أنت زي العسل يا حسام باشا. أنا بس كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال كده بس مستحية. اسألي. هو حضرتك مش هتاكل عليا ال7000 جنيه بتوعي صح؟ لو سمحت، ما تعرفش الاقي فين صلاح عنبه الريجيسير؟ صلاح هناك اهو. واي كومبارس فيك وهيعمل لي مشاكل في التصوير يتفضل يروح من دلوقتي، مفهوم؟
هي دي العماره؟ ما انا لو شايف هقول لك. أنا بشتغل مبرمجة عندك في الشركة من سنين، وفي يوم واحدة صاحبتي في الحسابات قالت لي على سر الحكاية كلها بدأت من عنده. قالت لي إن مراتك عايدة بتسرقك. وليه عايدة طلعت بتسرق جوزها؟ وإن كل الأرقام الكبيرة اللي بتدخل الشركة هي بتاخد منها الكسور. يعني 9 مليون و300 ألف تدخل ال 9 مليون وتضرب ال 300 في جيبها. استغبتها قوي الصراحة. وفي يوم استغلت إن صاحبتي مش على مكتبها وعملت نسخة من الورق اللي بيثبت إن عايدة حرامية. حضرتك حرامية يا مدام عايدة. أنا هخرب بيت أهلك. قبل ما تخربي بيت أهلي عايزاكي تبصي على الفايل ده. يمكن ما تخربيش. بيني وبينك عايدة انت ست غبية. بقى في واحدة تبقى متجوزة حسام الخديوي وتسرق منه الفتافيت. أنا لو منك كنت شفطت كله. حطي ايدك في ايدي وانا اخليكي تقشطي بس بالطريقة. أيوة بس ده جوزي. يا حبيبتي قوليها كمان مرة عشان بحب اسمعها منك. ده جوزي. هسيبك كام يوم كده تاخدي وتدي مع نفسك وتقولي لي ايه رأيك. كنت متأكدة انها هتوافق. موافقة. وأجرت عايدة بيت المعادي وكتبت العقد باسمك، وأجرت كمان بيت جمال وبيت عيشة. وبدأنا نشتغل على الخطة، وهي كمان بسم الله ما شاء الله عليها دماغها سوا. بدلت لك حبوب الدواء بتاعك بحبوب تجيب لك اكتئاب وهلوسة وتخليك تكلم نفسك عشان تبقى جاهز للعبة. احنا نجيبه ونقول ان في حلم، واخترعنا فكرة البرنامج وفكرة ان كان لازم يبقى في بنت تحبها. طب وهنخليه يحبها ازاي؟ لازم يكون فيها حاجات ناقصة حسام، حاجات حسام مش لاقيها فيا. طب وهي ايه اكتر حاجة ناقصة حسام يا عايدة؟ انه يخلف. وقعدنا نشتغل اكتر ونفكر اكتر، والكل مجتهد النصيب. وزي ما قلت لكم ده راجل طيب واحنا بنعالجه. انا عمليه زي دي مش هاخد فيها اقل من 100,000 جنيه. نعم يا روح امك. ليه جايبه ليلى علوي؟ 9000 شغال؟ ايوه كده اظبطي، تيجي لي في العيد تبقي حبيبتي. اميره والله. حد قال لك تتكلم يا بنت الجزمه؟ اقعد يا بت. على طول كده يا خالي كسفني. برضه بيعمل ريجكت. نبعت له مسج. وبعتنا لك اول رساله، ورحت قابلتك اول مره. بونجور يا باشمهندس. وكنتوا بتدخلوني الحلم ازاي؟ لا دي بقى كانت اسهل مرحله. كنت اول ما بتاخد البخاخه وتروح في النوم بنغير لك هدومك ونلبسك لبس جمال. نام؟ ده نام جدا. وبعدين نحطك في شنطه العربيه ونوديك بيت اللالي. كنت بتصحى تلاقي نفسك جمال تتعامل كجمال عادي جدا. وكنا حاطين معاك صلاح عشان يحسسك بالموت كده ويبقى متابعك طول الوقت. وانت برضو ساعدتنا كتير. ما شاء الله جواك كمية طاقة شعبية غير طبيعية. كنت دايس معانا بكل جوارحك. وكنا مركبين كاميرات في بيت جمال عشان نفضل متابعينك من واحنا في المعادي. وبعدين لما كنت بتحب تصحى كنت بتاخد البخاخة تاني اللي فيها المنوم. كنا بنيجي نبدلك هدومك وننقلك ونحطك قدامي في البيت. طب وصوري اللي ما كنتش بلاقيها؟ فوتوشوب وعايدة كانت بتبدله. والفلوس اللي لقيتها في الخزنة؟ كل ده عايدة. طب وعيشة اللي اتقتلت قدامي؟ لا دي بقى فكرة جات لي من الميكنج اوف بتاع فيلم أجنبي. وصلاح جاب لنا واحد بتاع خدع بيشتغل في السينما. اوعى يا اخويا البومبه دي تفرقع بجد واموت فيها. تعيش يا بت، كل شيء مدروس. وعايدة ليه تعمل كل ده؟ الناس بنت كلب طماعة بعيد عنك. وانت ليه تعملي كل ده؟ نفس الفكرة. واستفدتوا ايه بقى؟ لحد دلوقتي ما استفدناش حاجة، بس كان كلها كام يوم ونستفيد. لولا زيارتك الكريمة اللي جت على غفلة. كنتوا هتستفيدوا ايه؟ كنت هسيبك كده وبعد كده اظهر لك تاني فجأة واكلمك في التليفون واقول لك هي اتربيت ولا لسه، تقول لي حقي برقبتي وارجع لك عيشة تاني. بعد كده شوية واخفيها وارجع اساومك بقى. مليار 2 مليار انت وكرمك.
ومين قال لك بقى ان انا كنت هدفع؟ ده لقيتك على عيشه هي اللي قالت لنا. حبك ليها كان هيخليك تدفع، بس يا حسره تعب وتخطيط سنه ونص ضاع على الفاضي. عايده كانت هتديكي كام؟ 35% بعد رغي السنين. ليتنا برضو عايده. بذمتك مش حاجه زي كده المفروض 50-50؟ بصي بقى، انت قدامك حاجه من الاتنين، يا احبسك وتقضي عمرك كله في السجن، يا اما مفيش يا اما. ليه يا اما؟ السجن ايه؟ انا بتاعت سجن برضو؟ وبعدين عملت ايه اتسجن عليه؟ مش كفايه الخازوق اللي انا فيه ده؟ بص يا حس، انا من ايدك دي لايدك دي طالما هتراضى. هتكملوا اللعب عادي جدا انت وعايده، بس هتعملي كل اللي هقولك عليه. حاضر. مش هقدر اسافر دلوقتي. اجلي السفر كده كام يوم لحد ما ارتاح شويه، وبعد كده هنسافر على طول. خلاص يا حبيبي اللي انت عايزه. ازيك يا حسام؟ سجا، ايه ده انت موجوده؟ يعني انا مش مجنون؟ اكيد موجوده، بس ده ما يمنعش يعني انك مجنون يا حس. النبي اللي تقولي لي انا بره الحلم ولا جوه؟ بره يا هندسه، بس كنت بربيك. اصل انا ما كرامتي بتنقح عليا ببقى وحشه قوي. معلش انا اسف، سامحيني. طب بقول لك ايه، انا ممكن ارجع لك عيشه عشان تعرف بس اني جدع واني بقف جنب اصحابي. هترجعي عيشه؟ اه يا حسام هرجع عيشه. هلمت جديده بدل اللي اتكسرت. اتفضل. انا مش فاهمه يعني ايه صلاح لسه ما جاش لغايه دلوقتي. مش فاهمه الحيوان ده، كلميه. ايوه يا صلاح انت فين؟ انا في اسيوط. نعم؟ ده بيقول لي في اسيوط. انت بتستهبل؟ ده حسام نام ولازم ننقله دلوقتي. في حوار اكبر من كده، بنت حنان مش لاقيها، قافله تليفونها وجيت ادور عليها هنا عند عمتها في اسيوط، ولسه ما ظبطتش الناس اللي هتمثل. اصل الاستاذه ندى فاجئتني. يا نهار اسود ومنيل. هنهبب ايه دلوقتي؟ يعني كل اللي عملناه هيضيع؟ ده على جثتي. طب انا عندي فكره، احنا نسيبه نايم كده ونصحيه بعد شويه واكنه ما حلمش بحاجه المره دي. وحياة امك؟ امال هنعمل ايه يعني يا عايده؟ هنصحيه ونطلقه في الحلم كده لوحده؟ شكلنا هنضطر نعمل كده. احنا نفوقه ونطلع نجري. لا، احنا نسيبه يصحى لوحده. يلا. عيشه، 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 عيشه. عايز ايه يا عم انت كمان؟ ما انا عرفت، خبطت ومحدش فتح. اكيد بتشتري حاجه وجايه. لا طبعا، سجا اكيد مش بتضحك عليا. تصدق فكره حلوه قوي دي؟ انا اروح عندي البيت اجيب فلوس قد كده واجيب لها هديه. هي هتفرح لما تشوف الهديه. ده هيروح لك البيت. انت عايز ايه؟ ما تخافيش مش هعمل لك حاجه. بس هاخد فلوس وامشي. خد اللي انت عايزه بس ما تعمليش حاجه. قلت لك مش هعمل لك حاجه، ما تفضحناش بقى. لو صوتك طلع مش هيحصل لك كويس. يلا بقى عشان تجيبي لي فلوس. سجا، قلت ادخل لك الحلم اما اديك على الورقه دي لو عايزني ارجع لك عيشه. ورقه ايه دي؟ تنازل عن كل ممتلكاتك.
يا كده يا مفيش عيشه. موافق. بس التنازل ده لاسم واحده اسمها ندى ابراهيم. مش شغلك، امضي وانت ساكت. امضي باسم حسام الخديوي. عندي كمان شرط. انت هتلعبيني ولا ايه؟ قلت لي امضي ومضيت. خلصت بقى رجعيها. عندي كمان شرط عشان ارجعها. اشرطي. تقتل القمر دي. تقتلها هرجع لك عيشه. يا بنت الكلب يا نصابه يا حراميه، جبت مفتاح بيتي منين يا بنت؟ لقيته في الشارع. ما تصدقهاش، دي كدابه بتفضيك على ورقه عشان تنصب عليك. ما تقتلنيش، انا عايده، انت هتقتلني بجد. انا مراتك حبيبتك حسام. حسام؟ حسام مين؟ انا جمال اللالي. لا لا حسام. انت واطية يا عايدة. ليه كده؟ كل ده عشان فلوس؟ ما انا وفلوسي وكل حياتي كنا تحت امرك. انت عايز تخلف، اكيد كان هيجي يوم تطلقني. فتجننيني وتسرقيني. ما شاء الله، حل عظيم. شكرا يا عايدة، شكرا انك خليتيني اقدر اخد قرار عمري ما كنت هاخده. انت طالق. لا يا حسام، انا اسفه انا اسفه انا اسفه والله العظيم انا اسفه. اسمعني بس دي نصابه دي حراميه يا حسام. يا حسام 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 افتح الباب يا حسام. انا اسفه. هاتي الورقة يا بت اللي انا مضيتها لك. ورقه؟ تلاقيها وقعت مني هنا ولا هنا يا حس. حس، هاتي الورقة يا ندى. طب وانا بقى يا حس فين حلاوتي؟ حالا يا حبيبتي. حاضر. حلاوتك يا روح امك. ليه كده يا حس؟ كده يا حس؟ بره يا بت. ده انا بحبك يا هندسه. بره. بكام ده؟ 185 جنيه. لا ده غالي قوي. طب تاخده ب 160؟ طب 120 طيب. 18 جنيه كويس؟ ما تقوليش انك جاي وجايب معاك 7000 جنيه. معناها ايه الضحكه دي طيب؟ ما جبتش الفلوس؟ طب خلاص اديني منهم جزء دلوقتي والباقي نقسمه على كمبيالات. خلاص بلاش الكمبيالات، انا واثقه فيك، انت راجل قايم. معناها ايه السته دي طيب؟ بقول ايه؟
تيجي نبوس بدل ما احنا